السلام عليكم ورحمة الله. مبروك 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 جميع المغاربة وجميع العرب الفوز ديال المنتخب المغربي اليوم. فوز تاريخي على اسبانيا. اول شيء المغرب اليوم كوصل ربع النهائي، وهذا واحد انجاز تاريخي كتبته المغرب اليوم، وباقي الكتب إن شاء الله، باقي نزيدو النصف بإذن الله. وشكرا لجميع اللاعبين وجميع المشجعين اللي شجعوا بكل الطاقة ديال المنتخب وساندوه مساندة كبيرة، وكذلك الجمهور العربي، والحمد لله. واليوم برافو برافو الدراري اللي فازوا ب3-0، وبرافو بونو، برافو الدفاع، برافو الهجوم. خلى ماشي لاعبية كانوا ناقصين شوية، ولكن الحمد لله تبعوا الخطة المدرب. شحال واحد كيجيب الله بأن دابا اسبانيا كتلعب بها مزيان وهذه، لا، تا الخطة المدربية ديال الكلاكي هي اللي جعلته الكرة. ها هي استحواذ. ولكن واش هددوا المرمى المغرب؟ مكاينش التهديد. الفرص اللي جاو للمنتخب المغرب احسن من اسبانيا، وكان بامكانهم يسالوا الماتش قبل ما يصفر الحكم. جاو شي كرات كنا نقضيو عليهم. واش نقول لكم، المغرب عميت جدار، واحد الجدار ممنوع الكرة توصل عند بونو، ممنوع كيوصل الدفاع خرج الركنية، الزاوية ولا خرجتوش. والحمد لله المنتخب كان قد المسؤولية. ألف ألف مبروك على جميع المغاربة، وباقي نكتبوا التاريخ بإذن الله. وبرافو المغرب، برافو الكلاكي، تحية خاصة للجمهور المغربي.